اتعود انك انت تعمل الحاجة اللي انت بتحبها، ما تروحش تعمل الحاجة اللي انت حاسس انك بتعملها غصب عنك. يعني مثلا الحاجة اللي انت بتحبها، هتصحى الصبح هتقول انا هروح اكمل شغل في الحاجة المعينة دي، بتروح تعملها بحب، بتديها مجهود، بتديها شغل. بعد كده بعد فترة مثلا من الزمن بتكتشف ان الحاجة دي بتديك ناتج ايجابي، ناتج نفسي، بتحس ان نفسيتك حلوة في الشغل ده ونفسيتك متحسنة وبتعملها وانت مبسوط، وبتديك مثلا ناتج مادي حتى لو بسيط. بس لكن ما تروحش مثلا تعمل حاجة هي غصب عنك ومش على هواك، وبتيجي مثلا بعد فترة من الزمن، بعد شهر شهرين بعد سنة مثلا، بتكتشف ان الحاجة دي استنزفتك نفسيا وماديا وبدنيا وما اديتكش اي نتيجة ايجابية على الاطلاق. يعني انت بتروح بقى بتستهلك نفسيتك وطاقتك في حاجة انت مش حاببها اصلا ومش مديك اي نتيجة ايجابية، وخصوصا الماديات. يعني في ناس تقول لك الفلوس ده اخر همي، ده سيبك منه، ده اساسا دي اول عامل اساسا من العوامل الرئيسية في الحياة هي الفلوس. بس المال والبنون زينة الحياة الدنيا، بس فتلخصت في القرآن الكريم. فانت لازم تعمل الحاجه اللي انت حاببها والحاجه اللي بتديك نتيجه ايجابيه، نتيجه نفسيه، نتيجه ماديه. ما تروحش تعمل الحاجه اللي انت بتكتشف بعد فتره من الزمن ان هي مش مديك اي ناتج ايجابي اساسا. بس غير بقى لو اضطررت انك انت تشتغل في حاجه انت مش حاببها، بس ايه، تشتغل عليها فترة من الزمن، بس اللي هو خلاص انا هخليها محطة هشتغل عليها وهحاول يعني ما اضغطش على نفسيتي في الحاجة دي لحد ما اشوف حاجة تانية، حاجة بديل. لكن ما تخليهاش عادة يومية في حياتك، ما تخليش حاجة مش على هواك بتتعب نفسيتك، مش بتديك اي عامل مادي ولا نفسي ولا اي حاجة خالص، عشان خاطر تقول اي شغل وخلاص، اي مكان وخلاص. طب ازاي؟ بس انا ما عنديش بقى اي كلام تاني اقوله، وجملتنا الشهيرة اللي هنستمر فيها على طول، انا مش جاي احفزك، انا جاي افوقك. كده خلص الفيديو بتاعنا، وما تنسوش تكتبوا الاراء بتاعتكم في الكومنتات. سلام.